حبيبة محمد. حبيبة محمد أحد المصابات اللي كانوا موجودين في الحادثة اللي كانت على الطريق الإقليمي ما بين عربية ميكروباص وعربية تريلا. الحادثة اللي للأسف راح ضحيتها 18 بنت. حبيبة الحمد لله معانا النهاردة من داخل المستشفى، هتطمنا بنفسها على حالتها. ازيك يا حبيبة، عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه النهاردة؟ كويس الله الحمد لله بخير. الحمد لله. قولي لنا بقى، يعني احنا شايفين بس في حاجة في وشك وإيدك. ايدك مالها ووشك ماله؟ هي دي بس فيها كدمة هنا جنب شوية مم. وعينيا الحمد لله في شوية فروق بس في ضغط. الحمد لله بقت أحسن. الحمد لله بقيتي احسن. حبيبة انت كنت خرجتي ورجعتي تاني. والدك قال لنا انك خرجتي لاسباب معينة خاصة بيكي انت، ما حدش طلب ان انت تخرجي، انت اللي طلبتي انك تخرجي. ايه اللي حصل؟ حبيتي انك تخرجي ليه؟ ولاد عمتي توفى. لا قلت الحمد لله انا كويسة، لازم اخرج علشان اشوف الحمد لله. يعني انت خرجتي يوميها علشان تشوفيهم؟ عشان اشوف ولاد عمتي. نصيب وهم توفوا. ربنا يرحمهم. طمنيني عليكي وضحكتك الجميله اللي كانت باينه. ايوه كده، ورينا صورنا الضحكه الحلوه دي. والله كويس الحمد لله. بتتحركي وبتمشي؟ الحمد لله. ما فيش حاجه في رجليكي؟ ما فيش اي حاجه؟ كدمة بسيطة بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتقال ان انت احتمال ان شاء الله تخرجي قريب، يعني ان شاء الله. انت اللي حابه تخرجي دلوقتي؟ بس كويسة فسافر بقى مش كويسة خلاص. قولي لنا بقى، بتشوفي إسراء وآيات؟ إسراء نزلت جنبي النهاردة ورحت قعدت معاها شوية، بس هي الحمد لله بقت كويسة مع الأول. الحمد لله. الحمد لله. وشوفتي آيات؟ بس هي آيات لسه قلت شافوها دكتور مصطفى، شفتها بس نزلت على طول عشان هي في العناية. هي الحمد لله أحسن. الحمد لله في استقرار. الحمد لله. بتطمني عليهم كل يوم. الناس كلها مبسوطة بيكي وبيقولوا لك الحمد لله على السلامة يا حبيبي. بجد الكومنتات كلها موجودة دلوقتي وتقول لك الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. مش هتقل عليكي قوي، بس قولي لنا بقى. سمعنا انك طلبتي حاجة. مش أنا. ما طلبتيش حاجة؟ مش أنا. امال قولي لي. والله ما اللي طلبتها. قولي لنا بس، طلبتي ايه او ما طلبتيش ايه؟ انا ما طلبتش حاجة. واحد هو اللي طلبها. متدلعة. دكتور مصطفى هو اللي طلبها. دكتور مصطفى كان نفسه في متدلعة؟ نفسه في متدلعة فطلبها على حس انا بعيط. على حسك انت. قال حبيبة اللي نفسها في متدلعة وهو اللي كان نفسه في المتدلعة. المهم عجبتك المدلعة؟ كانت جميلة. نجيب لك منها تاني؟ لا الحمد لله كده هنكلفه بقى ونبوظ الميزانية. احنا اللي هنجيب، مش دكتور مصطفى. نروح احنا نجيب لك مخصوص. نخليك. عايزة تاني نجيب لك تاني؟ لا انا هقول لباباك الكلمة اللي انت قلتها لي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. طمنا على حالة حبيبة النهارده. الحمد لله. والله الحمد لله حبيبة بخير والله اكبر زي الفل، وبسم الله ما شاء الله. برضك اسراء نزلت النهارده من الرعايه، واقفه على عمليه العظام بس اللي فضلها. اسراء. والدكتور مصطفى كان موجود معانا والسيد المحافظ، وكان برضك تحت جبنا طلب برضك النهارده من القاهره تاني بحاله ايات ان هو يطمن عليها برضك، يشوف الاستشاري بتاع هنا من هناك. فالحمد لله ايات اخرى بادئه النهارده في تحسن، والحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يعني في النهارده يعني ربنا معاها، يعني ان شاء الله في حركه النهارده كويسه. حبيبه النهارده يعني ان شاء الله هتخرج اليومين الجايين دول، تروح بيتها بالسلامه ان شاء الله. يعني احنا بنطمن عليها، واحنا موجودين النهارده بنطمن عليها، وكل الناس بنطمن عليها. كومنتات كتيره جدا والله يا فندم. حبيبه كلنا حابين نطمن عليها. حبيبه والله اسراء، يعني الدور اللي قايمه بيه الحكومه والسيد المحافظ والسيد وزير الصحه والناس اللي في البلد كلها، والناس مصطفى طبعا اللي عايش واللي ميت. والدكتور مصطفى ده قايم بدور اساسا مش هقول لحضرتك، يعني لو واحد تعبان بيموت من اللي هو بيعمله، يعني بيجي يفك الهم عن المريض ويهزر معاه ويجيبوا حاجات يعني هنا للمرضى. مش هقول لحضرتك على اللي هو بيعمله معانا هنا، يعني لو والله العظيم اكن احنا هنا مش في المستشفى اساسا. الناس كلها بيقولوا لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك.
حبيبه الناس بيقولوا لك الحمد لله على السلامه من الاردن، الحمد لله على السلامه من زاويه الجرهان، الحمد لله على السلامه من المنوفيه وخارج المنوفيه، من مصر كلها الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يعني هم بيقولوا لك طمننا على البنات التانيين، معلش هنعيد تاني. طمنا على حاله اسراء وايات. بالنسبه لاسراء هي حالتها كانت شايله الطحال، هي دلوقتي في حاله مستقره وهي حاله كويسه. وفضلت مني يعني عندها كسر في العظام في كتفها بدراعها من هنا، وعندها كسر في رجلها الشمال. فالحاله دي ما ينفعش ان كان يتعمل فيها العمليات دلوقتي. فهو الدكتور مصطفى يعني بالاول بيلطف الحاله، ويعني يخلي الحاله تطلع عن اللي هي فيه. عن اللي هي فيه يعني بيهيئ الحاله نفسيا وجسمانيا. نفسيا وجسمانيا قبل ما تخش العمليات. فان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. الدكتور مصطفى ابو حليمه هيقدر يحدد يعني ميعاد العمليه في العظام في الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله بتاعت حاله اسراء. اما ايه ان شاء الله باذن الله ايات ان شاء الله النهارده لسه الدكتور مصطفى طالع معانا، لسه نازلين من فوق كلنا دلوقتي. الاستاذ المحافظ كان لسه ماشي برضك. فالدكتور مصطفى كانت حابه طالبه ان هي تطلع تشوف تطمن على ايات بنفسها. الدكتور مصطفى مشكورا خدنا كلنا وكلنا طلعنا فوق العنايه دلوقتي ولسه نازلين عند ايات. ان شاء الله باذن الله بشرة خير باذن الله بدعوات الناس كلها لايات، لان ايات يعني ربنا كل الناس تدعي لها والله. ربنا يطمنكم عليها وتقوم بألف سلامه هي. واضح ان الدكتور مصطفى بيحبكم جامد. والله يا فندم الدكتور مصطفى ابو حليمه حضرتك مش من هو بس الدكتور بس، ده هو اب لنا واخ كبير لنا كلنا، ومش محسسنا ان هو مدير مستشفى كمان. من الناس المحترمه والله يا فندم، يعني ما شاء الله حضرتك من فطار لاكل لاي حاجه قايم معانا هنا. يعني ما شاء الله حضرتك على اللي هو بيعمله مع المرضى، مش معنا احنا بس، فمع المستشفى كلها والتمريض وكل الناس هنا قايمه هنا ما شاء الله حضرتك على اللي هم عاملينه معانا. طب دكتور مصطفى ولا دكاتره الثانيه؟ لا حضرتك احنا كنا في مستشفى اشمون العام، احنا بنتاسف لكل الناس اللي فاهمانا غلط. احنا ما احناش كده، احنا فعلا المفروض اي مستشفى عام لو اي واحد جاي من حادثه يعني متكسر مقطوع رجله، لازم الامبولات دي تكون في حاجه منها في اي مستشفى بيكون فيها حاجات استبن في المستشفى. لان احنا في ايات اتبهدلنا، احنا فعلا كنا اتبهدلنا. المفروض الدكتور ما كانش احنا يعرف احنا عندنا ناس ميته، عندنا 18 حاله من متوفيين، مش احنا اللي نطلعوا نلف على الامبولات لبنتنا بره وسايبين الحالات في قلب العنايه في قلب الثلاجات. فدي كانت حقيقه فعلا، احنا لفينا فعلا على العلاج ده. لكن هنا الوضع مختلف. لا هنا الوضع مختلف خالص بامانه. احنا عمرنا في حياتنا ما نزلنا جبنا برشامه من تحت ولا اي حاجه خالص بامانه بصراحه. يعني في دكاتره التانيين يقعدوا ويدوا لك روشته كده عايزين حاجه وعايزين حاجه وعايزين. لا يا فندم ما فيش الكلام ده هنا خالص بامانه، مش عشان خاطر الدكتور مصطفى، لا والله يا فندم دي حقيقه مش كلام. طب حبيبه بقى اتكلمنا عن دور دكتور مصطفى الكبير. انا عارفه ان العلاقه اللي ما بينكم طيبه، وان هو ما شاء الله عليه يعني من الناس الجميله اللي موجوده في المستشفى. الناس كلها بتقول لك والله الف سلامه الف سلامه من بركه السبع ومن الاردن ومن السعوديه. ناس كتير عمالين يقول لك الحمد لله على السلامه ومبسوطين بيكي جدا. تمام. قولي لنا بقى يعني دور دكتور مصطفى معاكي. الصراحه هو بيدعمني نفسيا اكتر من العلاج وكل حاجه، بس لا والله بجد يعني الحمد لله يا رب الحمد لله. وعدها دكتور مصطفى بحمص ومشبك. ايوه يا فندم من طنطا. دكتور مصطفى من طنطا. الدكتور مصطفى من الغربيه من بسوس.